رميت السيجارة على الأرض ومشيت ناحية السوق. لقيت قدامي بنت جميلة تقريبا في العشرينات بتعيط قدام قبر. كان ممكن ساعتها أشوف ده قبر مين، بس بصراحة ما اهتمتش. كل اللي كان هاممني هو عياط البنت دي. قلت لها انتي كويسة؟ قالت لي بصراحة لا، هي ماتت ومحدش اهتم بيها، حتى جسمها ادوه للعلم وما هنش عليهم يدفنوها كويس. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، جايه لكم النهارده بقصه جديده. بس قبل ما نبدا، لو دي اول مره تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اول باول، واعملوا لايك للقصه عشان توصل لاكبر عدد ممكن. ويلا بينا نبدا. اول حاجه فاكرها لما صحيت في سرير المستشفى اللي انا شغال فيها، كان الدكتور اللي شغال معايا وهو باصص عليا جنب السرير اللي كنت نايم عليه، ورئيس الدكاتره و3 ممرضات كلهم بيبصوا عليا، وكان شكلهم كلهم قلقانين. سألني رئيس الدكاترة انت كويس يا هاني؟ قلت له ايوه، وفي اللحظة دي حسيت ان راسي بتوجعني زي ما يكون حد بيدق فيها. اتأكد الدكتور اني كويس وكتب لي شوية ادوية ومشى هو والممرضات. بس صاحبي ياسر فضل واقف جنب السرير بتاعي وهو حاسس بالقلق اكتر من الاول. واما كلهم مشيوا سألني ايه اللي حصل. قلت له قول لي انت، انا بقالي قد ايه هنا؟ لان لما بصيت على نفسي لقيت هدومي متغيرة لهدوم المستشفى. قال لي بقالك يومين وكنت بدعي ربنا تخرج من الغيبوبة. قلت له غيبوبة؟ قال لي ايوه، ورئيس الدكاترة ما كانش متأكد انك هتصحى. انا مصدوم ان الاقي صاحبي على سرير المستشفى في حالة وحشة كده. وسألني لو فاكر اي حاجة. بصراحة كل اللي فاكره كان وشها، بس ما قلتش لياسر حاجة. وسألته ايه اللي حصل لي؟ قال لي كالعادة انت اخدت الوردية الاخيرة يوم الجمعة، والممرضة كارمن كانت معاك بالليل، بس قبل ما انت تشوف اخر مريض عندك قالت انك اخدت استراحة، وبعد كده لقيناك في الاسانسير مغمى عليك يوم السبت الصبح. اما العمال جت. اما حكالي الكلام ده كأن ذكريات اليوم ده رجعت تاني. قلت له انا مش فاكر حاجة، وكدبت على ياسر على الرغم اني فاكر اللي حصل اليوم ده وايه اللي خلاني نايم على سرير المستشفى. بس انا مش مستعد احكي لياسر على اللي حصل، وده بسبب ان اللي حصل غريب جدا لدرجة ان مفيش حد حتى ياسر هيصدقني. قررت اشرب شوية مية وانام شوية لان الصداع كان هيموتني. بس انا ما عنديش مانع احكي لكم اللي حصل عشان ممكن حد منكم يصدقني. زي ما قال ياسر ان في وردياتي الليلية اللي اشتغلتها خلال ال6 شهور اللي فاتت من ساعة ما اشتغلت في المستشفى دي كدكتور، فانا بحب وردية الليل والهدوء اللي بيكون فيها. كان معظم الموظفين بالليل ودودين، وكانت الممرضة كارمن دايما معايا كل يوم في وردية الليل. بس في اليوم ده على عكس اي وقت تاني كنت محتاجة اخد راحة قبل ما اشوف اخر مريض بالليل. واما اقول استراحة يعني بحتاج ادخن. انا دلوقتي عارف ان كدكتور المفروض ما ادخنش وكل حاجة، بس التدخين هو السعادة بتاعتي. وعشان اكون صادق انا ما ندمتش ابدا على ده لحد الليلة دي. المستشفى كان فيها سياسة عدم التدخين اللي كان لازم الكل يتبعها، حتى غرف الموظفين ما كانش مسموح لنا بالتدخين. عشان كده افضل مكان في مباني المستشفى للتدخين هو المقبرة. ايوه، المستشفى كان ليها مقبرة خاصة لدفن الجثث اللي بيتبرعوا بيها للمستشفى، وما كانش في حد بيروح هناك، وكان في اسانسير بيوصل مباشرة لبوابات المقبرة. وزي ما قلت ان مفيش حد بيروح هناك وخصوصا بالليل، عشان كده كنت متأكد ان محدش هيشوفني وانا بدخن. دخلت المقابر وقعدت على كرسي وولعت سيجارة وقعدت اتفرج على النجوم في السماء. وبعد دقيقتين سمعت تنهيدات لواحدة بتعيط جاية من الجنب البعيد من المقابر. انا عارف انك دلوقتي بتفكر ان هي دي الطريقة اللي بيبدأ بيها كل فيلم رعب، بس انا مفكرتش كده لاني كنت بزور المقابر طول ال6 شهور اللي فاتت بالليل. ما كانش فيه اي حاجة غير طبيعية. رميت السيجارة على الارض ومشيت ناحية السوق. لقيت قدامي بنت جميلة تقريبا في العشرينات بتعيط قدام قبر. كان ممكن ساعتها اشوف ده قبر مين، بس بصراحة ما اهتمتش. كل اللي كان هاممني هو عياط البنت دي. قلت لها انتي كويسة؟ قالت لي بصراحة لا، هي ماتت ومحدش اهتم بيها، حتى جسمها ادوه للعلم وما هنش عليهم يدفنوها كويس. قلت لها اسمك ايه؟ مسحت عينيها ووقفت قدامي بابتسامة وقالت مارينا. قلت لها مبسوط اني قابلتك، انا هاني وشغال دكتور هنا. قالت لي باين من البلطو الابيض والسماعة اللي على رقبتك، انت بتحب تيجي المقابر بالليل؟ قلت لها انا اللي عايزة اسألك نفس السؤال. قالت لي هو مفيش وقت معين للحزن ولا ايه رأيك؟ قلت لها عندك حق، بس انتي مش خايفة؟ قالت لي خايفة من ايه؟ انا فقدت اغلى حاجة بالنسبة لي. انا اعتقد ان الاحياء مخيفين اكتر من الاموات، عشان كده لا، انا مش خايفة.
أنا اتأثرت جدا بكلامها وكنت عايزة أتكلم معاها أكتر. قلت لها إيه رأيك نشرب قهوة في كافيه المستشفى؟ قالت لي ممكن، ومشينا مع بعض للأسانسير. وإحنا مستنيين قعدنا نتكلم وكنت معجب جدا بكلامها. دخلنا الأسانسير وسمعت صوت عصاية كأن حد كبير ماشي بيستند عليها وجاي ناحيتها. بعدين شفت راجل عجوز لابس لبس المستشفى وكان جاي ناحيتها وماسك عصاية في إيده. في اللحظة دي حسيت بالرعب وفضلت أضغط على زرار الأسانسير بسرعة عشان يقفل. مارينا حست بخوفي وسألتني فيه إيه. ما كنتش قادر أخد نفسي وقلت لها الراجل العجوز كان فيه شريط أحمر على إيده. في المستشفى دي بس الجثث اللي ماتت هي اللي بيبقى فيه شريط أحمر على إيديها، وده معناه إنهم ماتوا. معنى كده إن الراجل ده ميت وكان جاي ناحيتنا. هي سمعتني وفضلت ساكتة تماما، وبصيت عليها وما كانش فيه أي رد فعل منها على اللي قلته. رفعت إيديها وقالت أنت تقصد شريط أحمر زي ده؟ كان عندها شريط أحمر في إيديها زي الراجل العجوز. قالت أنا كنت بعيط على مقبرتي يا دكتور، وبعدها كل حاجة بقت باللون الأسود. في الليلة دي في المقابر أنا ما شفتش شبح واحد، لا شبحين، وده اللي جابني على سرير المستشفى. دلوقتي أنا رجعت الشغل تاني، بس أنا عمري ما هاخد استراحة تاني عشان أدخن. ودي كانت قصة النهاردة. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان توصل لأكبر عدد منهم، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. وأشوفكم إن شاء الله في القصة الجاية.